السلام عليكم. لا تنسوا وضع إعجاب للفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنقدم المزيد إن شاء الله. ورحمة الله وبركاته. معكم ابن فلسطين منير الجابري. نزل أخونا حفيظ الجزائري منشور على صفحته يقول إنه محمد بن سلمان يتعامل مع القضية مسألة استثنائية، ويقول للشعب الفلسطيني ارضوا بما يعرض عليكم من إسرائيل. وقال أكثر الأنظمة العربية للأسف لم تعد داعمة للقضية الفلسطينية، وهذه المسألة فعلا حقيقية جدا، وأنا أحييه على كلامه. فجاء رد على منشوره من واحد سعودي أخونا، طبعا نحييه. قال طيب لو دفع لك لمدح بن سلمان، يعني لو حدا اجا ودفع لك وقال لك امدح بن سلمان، ماذا كان الرد من أخونا حفيظ؟ أنا بالنسبة لي هذا الرد صاروخ أرجو عبر القارات. يعني بصراحة كان رد جميل جدا. هل متأكد بأن لديك فلوس لم يأخذها ترامب وإيفانكا؟ وهل سمعت بأن هناك جزائري يشترى بالفلوس؟ بصراحة الجواب كان أرجو. الشرفاء والذين تربوا وترعرعوا وتعلموا وكبروا على حب فلسطين لا يشتروا بالمال. وأخونا حفيظ شخص من 40 مليون يهمهم القضية الفلسطينية. هذا الجواب طبيعي من إنسان شريف وبيغار على مقدساته وبيغار على أرض فلسطين. أي إنسان شريف وأي مسلم بيغار على مقدساته وبيغار على أرضه وشرفه بيكون هذا رده، لأن قضية فلسطين والمقدسات لا تشترى بكنوز الدنيا كلها، لأن هذه مقدسات إسلامية وأرض شريفة ضحى من أجلها الكثير واستشهد من أجلها الكثير، وما زلنا نضحي من أجل قضية فلسطين. أنا أحيي هذا الشعب وأحيي كرمه وأخلاقه، وأشكرهم على كل الجهود الذين يبذلونه من أجل القضية الفلسطينية. في الوقت اللي كان فيها مسيرة العودة للأسف هناك الكثير من الدول العربية لم تسأل عن غزة. كان في خيم طبية جزائرية كانت بتعالج الجرحى والمصابين، كانوا مع إخوانهم في غزة. الكثير يتخلى عن القضية الفلسطينية، صارت بالنسبة لهم فعلا إشي استثنائي. وأكثر الأنظمة العربية تخلت للأسف عن فلسطين. صدق، ولكن الشرفاء والرجال لا يتخلون ولا يبيعون أنفسهم من أجل الدنيا ومن أجل المال. القضية الفلسطينية هي الأساس بالنسبة للشعب الجزائري وبالنسبة لكل مسلم شريف. أنا أحييكم نعم، وأنحني لكم احتراما وتقديرا أيها الشعب العظيم. شكرا لكم على كل ما تبذلوه من جهود من أجل القضية الفلسطينية، وشكرا لأخي حفيظ على وقوفه إلى جانب القضية الفلسطينية.